كان متوقف خلال شهر رمضان. كان معانا برنامج اسمه يلا نفطر معاهم. كنا بننزل نفطر مع الناس الطيبين في الشارع. عملنا 15 حلقة. كان رئيس التحرير متواصلة معايا بين هنا وبين اسكندرية، بذلت معايا مجهود، فأنا بقول لها كل سنة وانت طيبة. يا رب هذا العمل يكون في ميزان حسناتنا جميعا. النهاردة ليلة العيد، بنستقبل العيد، وزي كل مناسبة احنا بنعمل سهرة صباح بلدي بتبقى بالليل. يعني أول يوم رمضان عملنا سهرة أول يوم رمضان كان بالليل، رأس السنة الهجرية. فيعني تعودوا علينا إن شاء الله، إن أعطانا المولى العمر إن احنا كل مناسبة هنبقوا معاكم في سهرة هذه المناسبة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. ما بين الفطر والأضحى نودع بالدموع رمضان، تجينا الضحكة والفرحة تعيشنا في ليالي زمان. صلاة الكحك تجمعنا وشهرين يوصلوا المعنى، نحضر فدية وضحية ونكرم طيبين وجيران. مرت أيام وهو جانا العيد، أهو جانا العيد، أهو جانا العيد، وبنحضن شمس الصبحية، وبنحضن شمس الصبحية. افرحوا يا ولاد والإيد في الإيد، افرحوا يا ولاد والإيد في الإيد، وهتفرح وياكوا بهية، وهتفرح وياكوا بهية. العيد هيجمع أحبابنا وهتحلى الأفراح في بلدنا، وهلسه الأحلام قدامنا بتلون أيامنا الجاية. ما بين الفطر والأضحى نودع بالدموع رمضان، تجينا الضحكة والفرحة تعيشنا في ليالي زمان. اليوم يبدأ بصلاة العيد، يا صلاة العيد يا صلاة العيد، ونصبح على كل جيراننا، ونصبح على كل جيراننا. نحضن مينا ونشوفه سعيد، ونشوفه سعيد، مع رمز الوحدة الوطنية، مع رمز الوحدة الوطنية. نشرب شربات مع غزل بنات على ناصية شارع تجمعنا، بونبونة شنات وكمان بالونات ألوانها الزاهية تفرحنا. ما بين الفطر والأضحى نودع بالدموع رمضان، تجينا الضحكة والفرحة تعيشنا في ليالي زمان. العيد في قلوبنا وفي عينينا، العيد في قلوبنا وفي عينينا. احساس بيقول اكبر معنا، احساس بيقول اكبر معنا. بنسلم ونمد ايدينا، بنسلم ونمد ايدينا على صوت الحب اللي جمعنا، على صوت الحب اللي جمعنا. نركب مراجيح ونسابق الريح ونقابل بعض بقلب صريح، كمان عجلة بزواق تفاريح نركبها ونتشاقى عليها. ما بين الفطر والأضحى نودع بالدموع رمضان، تجينا الضحكة والفرحة تعيشنا في ليالي زمان. العيد في الشكل وفي المعنى، العيد في الشكل وفي المعنى. في شوارع وقلوب سهرانة. بالنسبه لبلد سعيد احنا تعود على الحاجه دي الهوك ده العيد معروف عليه، فدي بهجتها وبركتها. اما الجيل الجديد دلوقتي طبعا خلاص ما عندوش وقت لا 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 يعجب لا 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 لا. هي الفرحه في اننا كلنا بنجتمع
كل البيوت كله اسره واحده ونعجن العجين ونمسك ونمسح السجاد وطلعت الصاج من دي وازاي ترص التحت وازاي ترص البسكوت وتطلع بيه وهو جايب الفرن سخن تشم ريحته كده تحس انك انت فعلا باجت العيد. انا بقول لحضرتك كل سنه وانت طيب، سعيد علينا وعلى الامه المصريه. امين يا رب، امين يا رب، امين يا رب العالمين. حاج بكر، انا بجد انا فرحان ان في حد بيرجعنا للايام الجميله. والله يا استاذنا احنا طبعا احنا بنستنى من سنه لسنه، ويعني الواحد بيعملها بحب. ايوه، ما انا بحس فيها ود. الواحد مش مجرد ان انا بنتهي منه. لا مش مهنه، الواحد فرحه، الواحد ناس وحبايبه وجيرانه طبعا الشباب والاطفال كل واحد بص كان جايين معاهم شباب مننا ولا مننا. حاجه كويسه، حاجه كويسه. ما انا بقول لك هو ده رمضان، ده التكافل اللي احنا بندعو ليه كلنا. حتى التكافل في ان انا اجيب بعض الناس نفطر معاهم، بعض الناس اهو بنعمل السجاده ولا كده. هو ده رمضان حتى جايين جايين من اخر الدين. دي مرسومه ولا؟ لا والله ده جاي بيلقحهم جايين يضربوا. تعالى حبيبي تعالى. تعالى خليك اشوفك ايه. انتوا كل سنه بتيجوا عم بطال كده وتعملوا؟ انتوا ولا مين؟ اخواتكم ماما وبابا وكده وتجمعوا العيله كلها بتيجوا يعملوا الحاجات دي؟ الحاجات دي كانت قديمه قوي، ما زالت فيها؟ طب كل سنه وانتم طيبين. انا بقول لك كل سنه وانت طيب. بالصحه والسلامه. بجد انا مبسوط ان انا بشم رائحه الزمان مع الناس الطيبين. احنا مبسوطين بوجودك معانا، والله ده شرف لينا يعني. لسه الجمله دي موجوده ما انتهتش يعني. كل سنه وانت طيب. ربنا يسعد وسعاده. النهارده بنستقبل جميع صلاح بلدي في الصحه والجمال. طبعا انا باخد الفلوس اللي بتتعمل في الحلوين. كنت على حد جابر، حد من طبعا الحلاقه ده كان برضه يعني كل سنة وانت حضرتك طيب. انت عارف الموسم بتاع العيد اللي انت احلى. بس انا اول ما دخلت طلعت الناس كده. لا ما طلعتش حد، هم اللي خافوا منك. لا الحمد لله انا مش باخد حد. لا يا باشا مش انت عارف ان الناس بتحلى وتمشي مش كده يعني. هو احنا النهارده بعد سنين حصل الحمد لله. رمضان السنه دي في كتير مش لسه ربنا ينزلها على التلفزيون يا عم. اما عنتر النهارده برنامج للتعيد في قناه الصحه والجمال. فجايين بنمشي تمشينا شويه بين المحلات، قلنا نيجي عند حضرتك. ايه اخبار الجيران؟ الحمد لله يعني لا شغالين بس يعني الحمد لله. والله الحمد لله على كل حال. طبعا طالما في دعوه يا استاذ ولا في اي حاجه في جميع الاوضاع الحمد لله. الله يبقى حضرتك يخش فرقعنا. فالحمد لله حصل انفراد. فانا شايف يعني السنه دي الموضوع غير السنه والله. مين اللي عداه؟ اقول لحضرتك كل سنه عجيبه بس. هو يا ابني اهو. ولا طيب. اول الاحياء الشعبيه بالذات على اساس هي دي اللي بتوفر مصاريف. دلوقتي احنا كمثال كورونا يا رب فايه الانتاجات اللي جايه النهارده وايه التغير اللي حصل؟ اللي هي يعني ايه؟ بس
كل البلاد، يعني عارفين على كل البلاد، كل الناس كده اهوت، يعني على كل الناس اللي احنا بس. الناس اللي فيها زي زمان، لا مش زي زمان، قلت طبعا، قلت طبعا. احنا كنا بنقول يعني نقول راح تلت مثلا، بس في بقى في ان شاء الله، بس تلت يعني قول تلتين. المصريين يبقى في مناسباتنا بتحبوا ايوه العيد، ايوه كذا يعني. مثال الموضوع موجود طبعا السودان اهو شغال اهو على طول، كل عيد مستني السودان كل سنه ان شاء الله. كل سنه العيد طاير يا باشا. الله يخليك يا رب على كل الناس يا رب. بعض المواطنين في الشارع واحنا بنعمل خطواتنا هنتعرف عليه. عيد نفس تعالى على الحلو، خش على الطاسه، تعالى على الطاسه التصويرات ومش اكتر من كده. 10 على 10 بس جامدين قوي بالفلوس. تعالى خش عليا. تعالى يا اصحابي. ده حب ده انت قلت له كده. السلام عليكم، صوت يا جماعه. محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن فهد ابن غالب ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن إلياس ابن مدرك ابن أنزار ابن عبد العرش ابن معد ابن عبد عشان نسمع عشان كده. ولد إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. صل على الحبيب قلبك يطيب، الصلاة على الحبيب شمس لا تغيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ياسين بقول له انت هتقول ايه؟ قال لي انا هقول القاء للشاعر فاروق جويده. قلت له هتقول ايه؟ فقال لي حاجه خضني، فيعرفنا الاول بنفسه وبعد كده يقول لنا. ياسين شريف 10 سنين. هتقول ايه؟ ياسين انت خايف ليه؟ وبعدين يعني انت معرفه قديمه بس اول مره اطلع على التلفزيون. ماشي مفيش مشكله، يلا. قبل ما الزلزال يزلزل الضماير والبيوت، قبل ما نصبح فريسة من بين خيوط العنكبوت، قبل ما يشيب الشباب، قبل ما يموت الوليد، قبل ما الحر اللي عايش يبقى عبد من العبيد، اصرخوا قبل الطوفان، قبل ما يفوت الأوان، صدقونا الخوف جبان، قولوا ملعون السكوت. ملعون السكوت. انا بشكرك يا حبيبي ياسين. كنت النهارده معايا ياسين ومعايا يوسف ومعايا سجا، ما شاء الله براعم، ربنا يا رب يبارك فيهم ويخليهم لاهاليهم يا رب. وانا بشكرك يا ياسين انك انت خرجت معانا النهارده. انا كمان بشكرك ان حضرتك طلعتنا التلفزيون. يا حبيبي انت ابني، كل سنه وانت طيب. وحضرتك طيب حبيبي. كنا معكم في فعاليه تكريم الاعلامي عبد الله عبد الصبور من نادي الاطباء وصباحه بلدي مصر اصيل.